احنا في 2025 ولسه في ناس بتسأل هي كروت جي تي اكس بتنفع ولا لا، رغم ان انفيديا بقالها سنين مركزة على سلسلة الار تي اكس، الا ان ملايين من الناس والاجهزة حوالين العالم لحد النهاردة شغالة بكروت الجي تي اكس. مش بس هنفتكر الماضي، لكن احنا كمان هنشوف هي الكروت دي لسه تنفع للجيمز الجديدة والشغل ولا خلاص انتهى عصرها ولازم تروح للار تي اكس. سلسلة الجي تي اكس كانت بداية حلم كل جيمر. من ايام جي تي اكس 400 اللي قدمت الدايركتس 11 للجي تي اكس 700 اللي كان فيها الوحش زي 780 تي اي، وبعدين الطفرة الكبيرة مع جي تي اكس 900 اللي جابت ماكسويل وكفاءة عالية. لكن النقلة بقى الحقيقية جت مع جي تي اكس 1000. كروت زي ال1060 وال1080 غيروا مفهوم الأداء مقابل السعر. وكمان في 2019 انفيديا قدمت ال RTX لأول مرة، لكن بسبب غلاء السعر الناس فضلت شغالة على كروت ال GTX 16 سيريس زي ال 1650 و 1660 سوبر، واللي لحد دلوقتي بنشوفه في أجهزة جديدة. تجميعات الكروت الأشهر اللي لسه مستخدمة ال GTX 750 Ti، الكارت اللي مش بيموت. لسه في أجهزة قديمة وناس بتعمل تجميعات اقتصادية وممكن تفضله عن ال APU، والناس اللي بتحب تلعب ألعاب الإي سبورتس 1050 Ti الوحش اللي مش بيموت، اللي ناس بتجمع عند الجديد لغاية النهاردة في 2025 وممكن تجيبه رغم رفع الدعم عنه. طب ده ليه؟ بص يا صاحبي، كارت زي ال 1050 تي اي كارت حاجة كده جبارة، حاجة عالم تاني في ألعاب الاي سبورتس مقابل سعره. الكارت ده لو لقيته أرخص من ال 570 وال 580 جيبه، بس لو أغلى وفي نفس السعر لا، روح لل 570 أو 80 لو انت هدفك ألعاب بس لو هدفك شغل وميزانيتك محدودة ابقى جيب الكارت ده، لأنه الكارت ده من أكتر الكروت انتشارا في العالم. نروح بقى لل1060، الكارت اللي كان رقم 1 في ستيم لسنين طويلة. ممكن برضو لغاية دلوقتي تلاقي ناس بتحطه في تجميعات عادي جدا، بيشغل ألعاب تريبل اي بفريمات كويسة، خيار اقتصادي. ال1050 ال1650 خيار اقتصادي منتشر جدا في عالم أجهزة الجيمنج اللابتوبات، بس الكارت ده في ناس بتفضل انها تروح لل1050 تي اي ما تروحش للكارت ده بسبب سوء تسعيره بالنسبة لأدائه وبالنسبة للفي رام اللي هو 4 جيجا. كارت الجي تي اكس 1660 سوبر و 1660 تي اي الكروت اللي جابت أداء قريب من 2060 من غير الذكاء الاصطناعي والري تريسنج. الوحش ملك الجي تي اكس اللي بيتفوق لغاية النهاردة على كروت قوية جدا من ار تي اكس اللي هو ال1080 تي اي. تخيل ان الكارت ده بيتقارن مع ال5050 اللي هو المفروض نازل السنة دي وال5060 وبيديك اداء قريب جدا منهم واقوى من ال3050 ونفس اداء ال3060. الجي تي اكس 1080 تي اي ده مش مجرد كارت، ده كان الملك الحقيقي. لحد النهاردة ناس كتير بتسميه أسطورة الجيل، ناس كتير بتحطه في تجمعات. بس خلينا نكون واقعيين، الألعاب الجديدة بقت تقيلة لكن لسه في مساحة للجي تي اكس. يعني الجي تي اكس 1050 تي اي بيشغل فالورانت فورتنايت سيس على 60 فريم و120 فريم وأعلى على إعدادات ميديوم أو لو. ال1050 تي اي في معظم الألعاب التانية دي بيشغلها، بس أول ما يسمع كلمة التريبل اي كارت بيتعب، بتجيله حالة كده اللي هو انت هتلعب على لو أقل من 60 فريم عشان نكون واقعيين. غير الألعاب اللي نازلة في 2018 وكده ممكن كمان أصلا يشغلها برضو على لو 60 فريم أو أقل. الوحش ال1660 سوبر والتي اي بيشغل ألعاب ال1080 بي على هاي، وكمان لغاية دلوقتي بيشغل ألعاب جديدة
على اعدادات ميديوم او هاي. الجي تي اكس 1080 تي اي مش مجرد كارت، زي ما قلت لك ده كان الملك الحقيقي، فاكيد لسه بيشغل العاب حديثة على 2K على اعدادات ميديوم او لو، كمان تنقل تبيع على اعدادات الترا بسبب ال 11 جيجا في الفي رام. بس عيب كروت ال1000 انها اترفع عنها الدعم، يعني مفيش تحديثات هيجيلها. المشكلة ان في 2025 السوق اتغير، كروت ال RTX 20 سيريس و30 سيريس بقت رخيصة في المستعمل، وممكن تجيب كارت 2060 او 3050، بس انا منصحكش ب3050، يعني ممكن تجيب 2060 بنفس سعر ال1660 او فرق قليل جدا ما بينهم، وال3060 اللي تقريبا في نفس سعر ال3050، بس 3060 مستعمل في نفس سعر ال3050 نسخة 8 جيجا، وبيديك اداء اقوى ب6600. فانت كروت الجي تي اكس لو لقيتها بسعر حلو خدها. طيب الري تريسنج بيديك عالم تاني كده في اللعبة، ودي LSS اللي بيضاعف الفريمات ويخلي الألعاب التقيلة سلسة، بينما جي تي اكس محرومة من المميزات دي. يعني لو بتفكر تشتري جديد حتى لو لقيت جي تي اكس بسعر كويس، ال RTX هيكسب على طول. طيب هل تستحق شراء في 2025 كروت جي تي اكس؟ لو عندك جي تي اكس ولسه شغال متقلقش، يقدر اكمل معاك شوية، خصوصا في العاب السبورتس على 1080 p. لكن لو ناوي تشتري جديد، الافضل انك تتجه لبطاقات ال RTX او حتى ال AMD RX حديثة زي ال 5600 XT، ال 5700 XT، 6600 XT، لان في المستقبل كله رايح ناحية الذكاء الصناعي وتقنيات تحسين الفريمات والري تريسنج. الخلاصة، جي تي اكس أسطورة عاشت أكتر من 10 سنين ولسه بتدي دور مهم مع ملايين اللاعبين، لكن في المستقبل خلاص لل RTX والتقنيات الجديدة. دلوقتي عايز أسمع منكم إيه هو أول كارت جي تي اكس كان عندكم ولسه في جهازك كارت جي تي اكس، ولا اتنقلت لكارت RTX؟ فاكتبولي في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد في عالم الهاردوير، وكمان تسمع كل المراجعات وتستفيد بيها.